سيلفا كانت ترعب. غضب من كريستيانو رونالدو. صعب انه يكمل مباراة، صعب انه يكمل مباراة، مستحيل يكمل مباراة. فرناندو سانتوس اخذ المعلومة ورونالدو يغادر القمة. هكذا هي كرة القدم. 24 دقيقة لعب في الشوط الأول. 0 البرتغال 0 فرنسا. يتركهم وهم في نتيجة التعادل، ولكن يتركهم بالرغم من العزيمة للدون. الجمهور البرتغالي يصفق ويتحسر ويتألم، وجمهور فرنسا في قرارة نفسه يعمل فيها فير بلاي، ولكن في الواقع في القلب ارتحنا منك يا رونالدو. هكذا لسان فرنسا ولسان احفاده فيكتور هوغو. وماذا ينطقون في السر؟ ترجع المباراة للعلانية. 24 دقيقة في قمة لاتينية. فرنسا 0 البرتغال 0. ما شفتش حظ عاثر مثل البرتغال قدام فرنسا. نتبع الكورة من سنوات وسنوات، ما شفتش النحس متاع البرتغال كل ما تلعب فرنسا. نذكر انه في نصف نهائي 2084 في اليورو في البيلودروم في مارسي 3-2 فرنسا في ماتش مثير. كان اللعب دوميرغ 1-0 لفرنسا، ثم جورداو 1-1 الاسمراني جورداو 2-1 للبرتغال. المباراة في 114 ودوميرغ يعدل 2-2، وفي 119 بلاتيني 3-2. في يورو بروكسل 2000 2-1 نونو غوميش بادر بالتهديف للبرتغال، ولكن اوري عادل في الشوط الثاني، وزيدان في 117 سجل انتصار البرتغال بضربة جزاء.